وتعملوا له شير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشعارات وتفعلوا زر الجرس. زي ما انتم شايفين الممبار اللي معقد الناس كلها هننضفه النهارده في اقل من دقيقه بطريقه سهله وبسيطه. ونصيحه مني ليكم، ما تخلوش حد ينضف لكم الممبار بسبب الحاجات اللي هتشوفوها في اخر الفيديو، علشان كده كملوا للنهايه علشان تعرفوا انا نضفته ازاي وكمان ايه اللي لقيته في الممبار. بفكركم تاني تعملوا لايك وشير. الممبار بعد ما قلبناه هنجيب جلده الانبوبه وهنبتدي نسحب زي ما انتم شايفين كده، هينزل معانا الفضلات بتاعتها بكل سهوله. انا مش اول مره انزل الفيديو دوت ونزلته كتير، بس في الاعاده افاده. زي ما انتم شايفين كده عشان نتاكد ان هو نضف هنملى ميه علشان نتاكد ان هو نضف بنسبه 100%. لكن لو خليتوا حد ينضف لكم هتلاقوه قلبوا على الفضلات، وهتلاقوا فيه فضلات للاسف اعزكم الله من بقايا فضلات بطن الذبيحه ماسكه في الممبار. ولذلك لو حبيتوا تعملوا الممبار ما تخلوش ابدا حد ينضف لكم علشان ما يحصلش فيكم اللي حصل فيا. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.